السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. ألف مبروك الفوز اليوم على كوريا الشمالية، فوز مهم جدا، فوز نحتاجه جدا كمنتخب سوريا ونحتاجه كنتيجة بصراحة حاليا. أما الأداء ففي هنالك كلام كثير عن أداء مباراة اليوم، ولكن إن شاء الله الأداء والتحليل والكلام راح نتكلمه بالفيديو المطول اللي إن شاء الله أيضا راح نزله حاليا كالعادة على قناتي الثانية اللي اسمها علاو تيوب الرسمية. لكن حاليا خلونا نشوف هدف عمر السومة وهدف المباراة الوحيد اللي تسجل اليوم بمباراتنا أمام كوريا الشمالية اللي انتصرنا فيها على منتخب كوريا الشمالية بنتيجة 1-0. خلونا نشوف هدفنا الوحيد اللي سجله عمر السومة سوية. ولكن كالعادة قبل ما نبلش أي هدف بحلقة لازم نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونشوف ما شاء الله قصة هذا الهدف. إذا بدك تعطي جزء كبير لهذا الهدف وتقول إنه فعلا هذا اللاعب كان له فضل بعد الله بتسجيل هذا الهدف، فهو عبد الرحمن ويس يلي ما حدا شافه ابدا، لكن انا كنت منتبه عليه. ما شاء الله هو يلي اعطاها بلعبة طويلة بعرضية طولية ممتازة جدا لخريبين، ادت الى خروج حارس المرمى، ادت الى خروج حارس المرمى على خريبين واجباره على الخطأ وضرب خريبين في منطقة ال16 وفي منطقة الجزاء. وعمر السومة تحسه كان اليوم خالصين، يعني مقفلة معاه، بده يسجل هذا الجزاء لأنه الجزاء الأخير مع المنتخب تم تضييعه، فحطها ما شاء الله بزاوية لو تجيب 3 حراس بالمرمى ما راح يقدرون يصدون هذا الهدف. ما شاء الله عقيدنا سجلها بقوة وبزاوية علقها تعليق بالزاوية 90. فاللي ساهموا بهذا الهدف بحسب رأيي هو عبد الرحمن ويس اللي يعتبره أفضل لاعب بالمباراة اليوم، وعمر خريبيني اللي أصيب في منطقة ال16، وعمر السومة ما شاء الله اللي سجل هذا الهدف بطريقة جميلة جدا. وهون ننهي هذا الفيديو، وانتظروني إن شاء الله بعد ثواني وبعد دقائق فقط راح أنزل فيديو تحليل وكلام عن هاي المباراة وعن ما حصل مع منتخبنا في هاي المباراة وعن إيجابيات وسلبيات منتخبنا وعن إيجابيات الفوز وتأثيره على منتخبنا بالمباريات القادمة. بس والله هذا كان فيديو اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى اللايك والاشتراك مشان دائما تصلك أهداف وملخصات كل ما يخص الرياضة السورية من دوري ومنتخبات ولاعبين.